السلام عليكم. تعالى نعمل مع بعض بقى أكلة مناسبة لآخر الشهر، تعتبر من الأكلات الاقتصادية وفي نفس الوقت أكلة مفيدة ومغذية جدا لأولادنا. ولو عندك بقى أولادك زي ولادي مش بيحبوا الكوسة بالطريقة العادية، يبقى وصفة النهاردة دي ليكي، لأنهم بإذن الله هيحبوا الكوسة جدا بالطريقة دي وهيعشقوها. هنعمل النهاردة الكوسة بالبشاميل بطريقة حلوة وسهلة. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة، يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وشيريها على صفحتك وصفحة اصحابك، لانك اكيد هتحتاجيها. وبما اني هعمل عصاج وهعمل بشاميل فهضاعف الكمية، لاني هستخدمها في صينية مكرونة تاني يوم، وهبقى وفرت في الوقت والمجهود. بس انا هقولك على مقدار النص كيلو بس. تقدري كمان تعمليها بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. حطيت حلة على النار فيها معلقة كبيرة كده من اللية المفرومة. سبت اللحمة لحد ما تاخد اللون الحلو للنص كيلو. هستخدم بصلتين وسط حطيتهم في طاسة تانية بمعلقة سمنة لحد ما اخدوا اللون دوت، واللحمة كمان غيرت. ضفتهم على بعض وعليهم معلقة كده من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. قلبت كله مع بعض كويس جدا. بعد كده ضفت لهم قرن فلفل أخضر حامي بارد براحتك. لو عندك بقى جزرية مبشورة كمان ضيفيها بتدي طعم حلو قوي. ضفت ورق لوري وحبهان، حتة كده من القرفة، او لو مش عندك حطي نص معلقة من القرفة البودر. حطيت نص معلقة من الفلفل الاسود ورشة من جوز الطيب والحبهان المطحون. حطيت معلقة صغيرة كده من البابريكا والسبع بهارات ومكعب مرقة. ضفت بقى معلقتين كبار من الصلصة وهقلب الصلصة كويس جدا. كنت ضاربة بقى في الكبة الطماطم، هضيفها عليها وهقلبها اديها تقليبة حلوة مع بعض كده، وهدي عليها النار واغطي واسيب العصاج بتاعي لحد ما يستوي. جبت بقى صينية تانية على النار، هحط فيها معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، حبة من الزيت، معايا كيلو ونص من الكوسة. كمية الخضار زي ما انت عايزة. حطيت بقى معايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا والملح والسبع بهارات. هقلب بقى الكوسة دي كويس جدا لحد ما تاخد لون حلو كده من الجنبين. وفي خلال تشويحها دوت هتكون استوت معاكي تقريبا نص سوا كده. اهم حاجه تقلبيها وتشوحيها حلوه قوي في البهارات اللي عملناها او اللي حطيناها لحد ما تاخد اللون الحلو دوت. هرجع للعصاج بتاعي هدوقه كده واظبط بقى الملح بتاعه. خلاص هنا كان استوى. هضيف العصاج للكوسة. وهنا دي طريقة تانية للكوسة انك ممكن تكتفي وما تعمليش بشاميل، بتبقى بعملها بتبقى خفيفة وتحفة جدا برضو. بزود للعصاج دوت نص كوباية كده من الشوربة ونص كوباية من عصير الطماطم، وبغطيها ادخلها الفرن على كده بتبقى حلوة قوي. هنا تعالي نعمل بقى البشاميل. معايا حلة على النار، 5 معالق كبار من السمنة، قدهم بالظبط 5 معالق كبار من الدقيق. هقلبهم مع بعض ولازم كده يبقى الدقيق عايم كده في السمنة زي ما انت شايفة لحد ما يستوي معايا وياخد اللون دوت. هبتدي اضيف على الرو دوت اللبن الساقع. ايد تنزل باللبن وايد تقلب زي ما شفتي. ببهر بقى بملح وفلفل ونص معلقه كده من السبع بهارات، رشه من جوز الطيب والحبهان المطحون. وكمان هضيف معلقه كده صغيره من الثوم المفروم، يعني فصين بالظبط. معايا كمان بحب قوي طعم البشاميل الفرنسي عشان بيبقوا حاطين له بصلايه كده مغرزين فيها كام فص من القرنفل. حطيها بتدي طعم حلو قوي. عايزه تضيفي مكعب مرقه براحتك خالص. زودت كمان البشاميل دوت كوبايتين كده من الشوربه وقلبتهم لان انا عايزه بشاميل خفيف مش تقيل. هبتدي بقى اخلط الكوسه بتاعتي مع العصاج وهنزل عليها بالبشاميل في الوقت دوت. انا كنت مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره حتى الشبكه في النص. دخلت الصينيه بتاعتي في الفرن، اخدت معايا تقريبا نص ساعه لان هي الكوسه كانت مستويه نص تسويه. لحد ما احمرت كده طلعتها. ضفت لها بقى على وشها جبنه موتزاريلا ودخلتها تحت الشوايه. ما خدتش ثواني وطلعت معايا بالشكل التحفه دوت. طبعا بقى انا مش هستنى. يعني انت لو عايزه تستني وتطلعيها قطع متساويه كده زي المكرونه البشاميل اكيد هتستني عليها لما تبرد شويه. لكن بجد بجد انا بحبها سواء هي او المكرونه البشاميل. لازم بطلعها كده جوسي كده تبقى طريه خالص. باكلها سخنه، بحبها قوي سخنه.
ونصيحة كليها وهي سخنة بتبقى أحلى كتير. البشاميل بيبقى دايب كده وسايح. عايزة تاكليها لوحدها براحتك خالص، تاكليها بعيش تمام. تعملي جنبها رز أبيض زي ما أنا عملت بيبقى تحفة. كليها بالطريقة اللي تحبيها. طعمها بقى بيطلع حلو قوي. بصي الجوس ازاي وطعم البشاميل حلو قوي. جربي بطريقتي بإذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. وما تنسيش اللايك والشير، وصحة وهنا.